السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليه بندرس رياضة وإحنا عندنا آلة حاسبة؟ طبعا الرياضة كانت كابوس كل طالب من الابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعات، وأنا شخصيا مش بحبها. بس إيه رأيكم أغير وجهة نظري في الفيديو ده وأغير لكم كمان وجهة نظركم ونسمع حكاية لغة الكون وسر القوى العقلية الرياضة؟ يا جماعة عاملين إيه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. سؤال كده محير أجيال وأجيال، يمكن انت نفسك سألته او ابنك سألهولك. هو انا ليه بذاكر رياضة وليه اتعب نفسي؟ الجمع والطرح والقسمة والضرب والمعادلات دي كلها، طب ما انا معايا آلة حاسبة على موبايلي او في جيبي او حتى في برنامج على الكمبيوتر او حتى آلة عادية بتعمل كل حاجة. ايه لازمتها يعني التعب ده كله؟ سؤال منطقي جدا للوهلة الاولى، وخصوصا مع تطور التكنولوجيا. بس صدقني الإجابة على السؤال ده مش بسيطة زي ما انت فاكر. ده عالم تاني خالص، عالم هيغير نظرتك لكل حاجة حواليك. الآلة الحاسبة دي آلة بتنفذ ولا عقل بيفهم؟ بص يا سيدي، الآلة الحاسبة دي نعمة كبيرة طبعا، محدش يقدر ينكر ان هي نعمة في حياتنا. بتنجز حاجات كتيرة جدا قوي في وقت قليل. لو عايز تحسب فاتورة بسرعة او تعمل عمليات حسابية معقدة او حتى تحسب مجموع درجات، الآلة الحاسبة دي سريعة ودقيقة. هي زي الشيف اللي بيطبخ لك اكل جاهز كده. بس هل انت ممكن تعيش حياتك كلها من غير ما تعرف ازاي تطبخ؟ هل الآلة الحاسبة دي بتفهم كل اللي بتعمله ولا مجرد بتنفذ أوامر؟ الإجابة لا طبعا. الآلة الحاسبة دي مجرد أداة، هي بتدينا الناتج النهائي، لكن ما بتفهمش العملية نفسها ولا ليه عملنا العملية دي بالطريقة دي. هي بتديك الرقم لكن مش بتديك الفكرة. يعني لو طلبنا منها 2 زائد 2 هتطلع لنا 4، لكن ما بتفهمش إن ده جمع ولا ليه بنجمع ولا إيه فكرة الجمع دي أصلا. المنطق الرياضة دي مش بس أرقام، دي منطق وطريقة تفكير. الآلة الحاسبة دي ما بتعرفش المنطق ده، ما بتعرفش ازاي تحل المشكلة وازاي تفككها لأجزاء صغيرة وازاي تلاقي أصلا حلول مبتكرة وتكتشف الأخطاء. لو انت دخلت رقم غلط على الآلة الحاسبة هتطلع لك نتيجة غلط. لو انت ما عندكش فهم رياضي مش هتعرف النتيجة دي غلط أصلا. الآلة الحاسبة مش بتصحح أخطاء التفكير، هي اتطورت واختراع كل التقنيات اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، من الموبايلات والكمبيوترات لحد الصواريخ ومحطات الفضاء، كلها أساسا مبنية على نظريات رياضية معقدة. الآلة الحاسبة عمرها ما اخترعت حاجة، اللي بيخترعها هو العقل البشري اللي بيفهم رياضة وهو اللي عملها. يبقى الآلة الحاسبة دي زي أي سواق بيسوق لك عربية، لكن دراسة الرياضيات دي مش بس بتخليك مهندس اللي صمم العربية دي كلها، لأ، وبيقدر يفهم كل مسمار فيها. لغة الكون، افهم الدنيا ماشية ازاي بجد. تخيل كده ان الرياضة دي هي اللغة اللي بيتكلم بيها الكون كله، وكل حاجة حوالينا ماشية بنظام رياضي دقيق جدا. حركة الكواكب والنجوم ماشية بقوانين رياضية، نمو النباتات تتبع أنظام رياضية معينة وأنماط دقيقة جدا. البناء والهندسة المعمارية، كل مبنى كل كوبري كل ناطحة سحاب مبنية على حسابات رياضية دقيقة علشان ما تقعش. حركة الاقتصاد والبورصة دي بيتم تحليلها بنماذج رياضية معقدة. الطب والأدوية، جرعات الأدوية، تحليل الأمراض، تصميم الأجهزة الطبية، كل ده بيعتمد على الرياضة. التكنولوجيا اللي في ايدينا، الموبايل بتاعك ده، الانترنت اللي انت بتتصفحه، العاب الفيديو اللي بتلعبها، دي كلها مبنية على خوارزميات رياضية معقدة. طب ليه بتدرس الرياضة؟ انت بتتعلم لغة فهم للعالم، مش مجرد ارقام بنحسبها وخلاص. لا، انت بتفهم الانظمة، النماذج، المنطق اللي بيحكم كل حاجة حوالينا. بتقدر تشوف العالم بعين مختلفة، عين بتحلل وتفهم كل الأسباب وراء الظواهر، مش بس بتشوف النتائج. ده بيخلي عندك قدرة رهيبة على الفهم العميق لأي مجال، سواء كان علمي أو إنساني أو حتى فني. دماغك هتتطور وتتفوق. ده سر الذكاء والتفكير المنظم. دراسة الرياضة مش بس عشان تحل مسائل، دي بتعمل حاجات أهم بكتير في دماغك، بتخلي تفكيرك منطقي ومنظم. الرياضة بتعلمك إزاي تفكر بخطوات مرتبة، إزاي تحل المشكلة، إزاي تفكها لأجزاء صغيرة، إزاي توصل للحل الصح بخطوة واحدة. دي مهارة أساسية في أي حاجة بتعملها في حياتك وأنت محتاجها بشكل كبير. مهارة حل المشكلات بتزيد بشكل رهيب لما بتواجه مسألة رياضية صعبة. بتضطر تشغل دماغك عشان تجرب طرق مختلفة وتفكر بشكل إبداعي علشان تلاقي الحل. بتضطر تشغل دماغك وتجرب طرق مختلفة وتفكر بشكل إبداعي، سواء كنت في الشغل أو في الدراسة أو حتى في البيت. وكمان بتقوي الذاكرة والتركيز. الرياضة محتاجة تركيز عالي علشان ما تتلخبطش في الأرقام والإشارات والخطوات، وده بيقوي عندك القدرة على التركيز والانتباه.
وبترفع كمان مستوى الإبداع. كتير بيفكروا إن الرياضة ما فيهاش إبداع، وده غلط كبير جدا. لما بندور في حلول جديدة للمسائل وبنطور نظريات جديدة وبنطلعها، وده في قمة الإبداع والتفكير خارج الصندوق. بتتحسن في اتخاذ القرارات لما بتتعود على التفكير المنطقي والنقدي، وتحليل البيانات ده بيخليك تاخد قرارات أفضل في حياتك، قرارات مبنية على حسابات وتفكير سليم، مش على عواطف أو تخمين. يعني الرياضة دي مش مجرد مادة في المدرسة، ده تدريب ذهني مكثف بيخلي دماغك أقوى وأذكى وأكتر قدرة على أي حل لأي تحدي أو أي مشكلة بتواجهك في حياتك. وكمان بتقوي شخصيتك وتخليك تفكر بعمق. وكمان الرياضة ليها فرص لا تحصى ومكانة عالمية. البعض فاكر اللي بيدرس الرياضة يا إما بيطلع مدرس، يا إما بيشتغل في البنوك، يا إما بيطلع مهندس، وده تفكير محدود جدا. الرياضة هي أساس كل التخصصات المتقدمة في العالم دلوقتي، زي مجالات التكنولوجيا الحديثة. أي حد بيشتغل في البرمجة وتطوير الذكاء الاصطناعي، علم البيانات أو الأمن السيبراني، تصميم الألعاب الإلكترونية، ده كله بيعتمد بشكل أساسي على الرياضيات. الهندسة بكل أنواعها، سواء كنت مهندس مدني، ميكانيكي، كهربائي، اتصالات، صناعي، كل دول لازم يكون عندهم أساس رياضي قوي جدا. الاقتصاد والمالية، المحللين الماليين اللي هم خبراء البورصة وشركات التأمين، كل دول بيستخدموا نماذج رياضية معقدة علشان يحللوا شغلهم. الطب والعلوم، زي ما قلنا تصميم الأدوية وفهم الفيروسات، تحليل الإشارات الحيوية للجسم، كل ده مبني على الرياضة. البحث العلمي، أي باحث علمي في أي مجال علشان يحلل بيانات ويوصل استنتاجات صحيحة محتاج يفهم الإحصاء والرياضة. يعني لو انت بتتقن الرياضيات صح، مش مجرد بتعرف تستخدم الآلة الحاسبة، انت بتدي لنفسك ميزة تنافسية رهيبة في سوق العمل، بتكون مطلوب أكتر للوظائف، وكمان بتبقى أعلى أجر في العالم، وبتكون مستعد لأي وظيفة ممكن تظهر في المستقبل ومحدش يعرفها دلوقتي. فنصيحة، ذاكر الرياضة، وأنا كمان هحاول أغير نظرتي عن الرياضة. ختام الحكاية، الرياضة دي مش مجرد أرقام، دي فلسفة حياة ولغة تانية خالص انت ما تعرفش عنها حاجة. في الآخر كده يا صاحبي، خلينا نبص لدراسة الرياضة مش على إنها كابوس في المدرسة أو مادة بنحفظها وبنحفظ قوانينها وأرقامها عشان الامتحان. لأ، دي استثمار حقيقي فيك أنت، علشان عقلك ومستقبلك في كل حاجة في حياتك. الآلة الحاسبة دي زي ما قلنا أداة ومساعدة حلوة، لكن فهمك للرياضة نفسها ده بيخليك العبقري. هي الآلات الحاسبة دي أصلا، واللي بيخليك تفكر بعمق وتحلل الأمور وتستكشف الكون بنفسك من غير وسيط. الرياضيات هي لغة الكون وهي مفتاح العقل. كل ما كانت لغتك الرياضية قوية، كل ما كان تفكيرك أعمق وشامل وأكتر نضجا. الرياضيات هي اللي هتخليك تقرأ الماضي بعين تحليلية، وتشوف كل اللي بيحصل في العالم بوعي، وتخطط لحياتك ومستقبلك برؤية واضحة ومدروسة. فكر في الموضوع شوية، ولو انت بتعرف تستخدم الآلة الحاسبة وحافظ جدول الضرب وبتعرف تقسم، فدي خطوة أولى حلوة. بس لو درست الرياضيات بجد، ساعتها انت بتمتلك المفتاح السحري للباب اللي هيوصلك لأحلامك كلها، والبوصلة والخريطة اللي هتوصلك لأي حتة عايزة في أي عالم انت عايزه. وفي عالم المعرفة والابتكار، دي مش مجرد دراسة، دي فلسفة حياة بتخليك أقوى وأذكى وأكتر نجاحا في كل حاجة بتعملها. ايه رأيكم في كلامي؟ هل غيرت فكرتك عن الرياضيات؟ يا ريت تشاركونا رأيكم في الكومنتات. وبعيدا عن الفيديو، أنا لما بجيت أسجل الفيديو ده اتقطعت كام مرة، فمش عارفة هل ده بسبب الرياضة وإن أنا بسجل فيديو عن الرياضة، أو ملهاش علاقة، لأن أنا عدت التسجيل كام مرة. بس ما علينا وما يهمكوش، وكل حاجة فداكم. بس ما تنسولاش باللايك والسبسكرايب، واستنونا في فيديوهات جاية هتفتح لك مخك وتعرفك احنا ليه بندرس المواد، مش اي كلام على الفاضي وبنحشي بيها دماغنا، وساعة ما بنطلع من الامتحان نفضي البرطمان اللي بنحشيه طول السنة وبنملاه معلومات عشان ندخل نفضيها في الامتحان، ونطلع تاني نفضيها بره في اي معلش في اي باسكت. يلا، والسلام عليكم.